منك انت ومن ألاعيبك. بقى كل ده يطلع منك انت؟ ده انا ما كنتش اعرف ان انت فيك كل ده. لا فكرة بقى، انا عارفة ان انت عارف كل حاجة وبتستهبل وبتعمل كل ده بس عشان تتقل عليا، لكن على مين؟ انا عارفاك من الاول. رد وقال لي وعارفة ايه بقى؟ قلت له طبعا مش هقولك دلوقتي. قال لي لا، ما ينفعش كده تقولي لي كلمتين وتختفي. يعني ايه مش هينفع تقولي لي دلوقتي؟ قلت له زي ما بقولك كده، انت بس سيب لي نفسك وانا هخليك تعيش في عالم تاني. قال لي بس يعني انا يعني مش عارف اقولك ايه. قلت له هتقولي ايه؟ انا مش عايزاك تقولي اي حاجة. قال لي بس يعني يا مرات عمي، انا كل مرة باجي هنا بيكون عمي موجود. قلت له خلاص، النهاردة عمك مش موجود، عمك مسافر لمدة شهر. ووثق عليا وقال لك خلي بالك من مرات عمك طول ما عمك مش موجود. ايه، مش هتسمع كلامه ولا ايه؟ قال لي لا طبعا هسمع كلامه، بس يعني. قلت له ما بسش، وبعدين تاني مرة لما اقولك على حاجة تسمع كلامي. انت فاهم ولا لا؟ قال لي حاضر حاضر يا مرات عمي. قلت له بكرة تجيلي بعد ما توصل عمك للمطار وتتأكد ان هو سافر، وتجيب لي الأدوية اللي قلت لك عليها، وتجيلي بسرعة احسن حاسة ان ظهري مش قادرة منه. ممكن ولا مش ممكن؟ وقال لي حاضر وقفل معايا. اعمل ايه؟ جنني جنني بحلاوته ورجولته وشبابه. انا كان نفسي قوي اتجوز واحد زي ده، بس كنت بس هلاقيه فين؟ انا كمان كانت يعني عيشتي وعيشة اهلي على قدها، كان لازم اتجوز واحد زي ده، وهو ده اللي كان هيعرف يعيشني كويس. علشان كده انا كان لازم اوافق على عمه تاجر كبير جدا، عنده مصانع كتير وعنده فلوس ما بتتعدش. كان متجوز لكن مراته ماتت وما كانش بيخلف. وبعد ما مراته ماتت كنت انا بشتغل عنده في المصنع. ابتدى يقولي ان هو معجب بيا، وبصراحة انا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن تجيلي فرصة زي دي. معقول صاحب المصانع والشركات دي كلها معجب بيا انا وعايز يتجوزني؟ ما كنتش مصدقة نفسي. وفي الوقت ده بصراحة كنت معجبة بابن اخوه، دراعه اليمين في الشغل وعارف عنه كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة. لكن مهما كان ده يدوبك ابن اخوه. فكرت ان انا ارفض، لكن رجعت تاني قلت طب ارفض ليه طالما الراجل بيحبني وواقع على شاشته فيا، ويعني بيتمنى لي الرضا ارضاه. قعدت افكر كتير، وبعد كده وصلت القرار ان انا اتجوزه. وده يعني سنه كبير، يعني يمكن بعد ما اتجوزه بكام شهر ولا سنة سنتين بالكتير يموت ويسيب لي انا كل الحاجات دي. قعدت اسرح واتخيل نفسي وانا كل يوم والتاني اركب عربية شكل واشتري احدث موديل، ولا اللبس هلبس اخر صيحة على الموضة، والتليفونات همسك في ايدي احدث تليفون، والشنط كلها ماركات، والجزم كمان. سرحت. وغير كده قلت عيشة اهلي هتتغير واخواتي كمان. كنت فرحانة قوي ما اقولكوش قد ايه. وبصراحة وافقت على العرض بتاعه واتجوزته. وفعلا بعد ما اتجوزته يعني حياتي وحياة اهلي اتغيرت بكل معنى الكلمة. ابتديت حياتي الجديدة، وكنت فاكرة ان الحياة كلها لبس وفسح وخروجات واحلى لقمة واحلى فرشة. لكن اكتشفت ان يعني الجواز حاجات تانية كتير. اي نعم انا عندي فكرة عنها، لكن كنت فاكراها حاجات مش مهمة. لكن لما اتجوزت احتجت للموضوع ده. هو يدوب ليلة الدخل قام بيها بالعافية، وفضل على الحال ده كتير. وبالعكس ده بقى كل يوم أسوأ من اليوم اللي قبله.
ما كنتش عارفة اعمل ايه. شايفة نفسي وحيدة لوحدي في الدنيا. حتى الراجل اللي اتجوزته مش من سني ولا من تفكيري. مش عارف انا بفكر في ايه ونفسي اعمل ايه. لحد ما ابتدى جوزي يسافر ويسافر كتير. كان بياخدني معاه اوقات، لكن الاوقات الاكتر كنت بفضل قاعدة في البيت لوحدي. وكان دايما يوصي علي ابن اخوه، يعني علشان يجي يطل عليا ويشوف طلباتي، ولو عايزة اروح في مشوار يوديهولي. في الوقت ده اعجبت بيه جدا. حسيت كده انه راجل بكل معنى الكلمة، وشاب صغير طول بعرض بحركات. قعدت اجر معاه في الكلام. قلت له اللي قولي، انت بتروح جيم ولا ايه؟ قال لي طبعا، بس ليه بتسألي؟ قلت له ابدا، عضلاتك شكلها يجنن وكل حاجة فيك حلوة بزيادة. قال لي يا مرات عمي، للدرجة دي اخدتي بالك؟ قلت له ما تبطل غلسها وبلاش مرات عمي دي، ويعني ناديني باسمي. اقول لي يا فوفا، دلعني. قال لي بس كده، حاضر من عينيا يا فوفا. وبقينا صحاب لحد ما الموضوع اخد وادى زيادة عن اللزوم. وبصراحة يعني اتكلمت معاه وصرحته بمشاعري تجاهه وباللي انا حاساه ناحيته. ولقيته بيقول لي بصراحة عايزة اتكلم معاكي، بس يعني خايف ان انتي تفهميني غلط. قلت له يا خبر، انا فهمك انت غلط ازاي؟ بس اتكلم وقول كل اللي انت عايزه. قال لي انا كمان كنت معجب بيكي من ايام ما كنتي في المصنع بتشتغلي مع البنات. وبصراحة كانت في مرة في نيتي يعني اني اقولك اني معجب بيكي، بس خفت لا تصديني، اصل انتي حلوة قوي واي راجل في الدنيا يتمناكي. قلت له ايه اللي خلاك ما تتكلمش؟ قال لي مش عارف، والوقت اللي قررت فيه ان انا هتكلم لقيت عمي سبق وانتي كمان وافقتي، فسكت. وبصراحة من ساعتها وانا هتجنن عليكي، وكل ما احس يعني او افكر ان ممكن في الوقت ده تبقي مع عمي واتخيل طبعا ايه اللي بيحصل اتجنن. قعدت اضحك. قلت له عمك يعني هيكون بيعمل ايه؟ ده ما بيعملش اي حاجة، لا بيهش ولا بينش. اللي زي عايزة واحد زيك طول بعرض بحلاوة برجولة وشباب. عايزة اللي يقول لها كلام حلو، كلام نفسي اسمعه. يعني اكيد انت فاهمني. قال لي طبعا، اما كنتش انا اللي افهمك مين بس اللي هيفهمك. وابتدت بينا العلاقة تتطور وحصل حاجات كتير. وبعد ما كانت كلها حاجات خارجية بقت كل حاجة علني كده. وانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه عشان يعني اطلق من جوزي واتجوزه، ومش عارفة ايه اللي ممكن يحصل. انا فعلا محتارة، علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانا بثق في رأيكم وعايزاكم تقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس.